بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طالبات الصف الثامن. اليوم في حل أسئلة النشاط البيتي على مقارنة الأعداد النسبية، على درس مقارنة الأعداد النسبية. اليوم حل أسئلة النشاط البيتي على درس مقارنة الأعداد النسبية. الواجب هذا صفحة 14 من كتاب المدرسة. السؤال الأول عندنا في الكتاب المدرسي بيحكي صفحة 14: أضع إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي مع توضيح السبب. طبعا أنا هكتب سؤال عندي على قدامكم هنا عشان نحله سوا. تمام. السؤال الأول إيش بيحكي؟ أقارن ألف جذر التربيعي للتسعة على الجذر التكعيبي لل64 مقارنة مع 3 على 2. طبعا لازم أحل أنا الجذور عشان أقدر أقارن. جذر التربيعي للتسعة اللي هو 3 على الجذر التكعيبي لل64 اللي هو 4، بدي أقارنها مع 3 على 2. 3 على 2 كسر غير حقيقي، يعني بقدر أكتبه على صورة عدد كسري مقام 2. 3 كم 2 فيها؟ 1.5. عدد كسري ولا كسر؟ طبعا العدد الكسري هو الأكبر. 3 على 8 بدي أقارنها مع 4 على 11. في هاي الحالة بدي أوحد المقامات. تمام. هنضرب هنا في 11 عشان يصير المقام عندنا 88، وزي ما ضربنا هنا في 11 هنا البسط لازم أضربه في 11 هيصير 33. ال 11 هنا هضربها في 8 عشان يصير المقام 88، وهنا هنضرب في 8 هيصير 32. وطبعا ال 33 أكبر من 32، أنت اتركك من المقام، احنا بنقارن بسط مع بسط بصير، لأن أنا وحدت المقامات نحكي 33 أكبر من 32، إذا 3 على 8 أكبر من 4 على 11. جيم الجذر التكعيبي لل1 على 64 بدي أقارنه من 24 من 100. الجذر التكعيبي لل1 1، الجذر التكعيبي لل64 4، ربع بدي أقارنها ب24 من 100. أنا فين أكتب الكسر هذا بكسر عشري؟ الربع أنا بديهي بعرفه إنه 25 من 100. واحدة تقول لي أبلا كيف؟ ممكن بالقسمة المطولة. 1 تقسيم 4.0، 10 تقسيم 4 2، 2 في 4 8، نطرح بتم 2 20، 25، 5 في 24 0 بتزيدني 25%. أو إني أستخدم هنا أضرب في 25 وهنا أضرب في 25 بتصير 25 على 100 أو بتساوي 25 من 100. الآن بالمقارنة نقارن للصحيح 0 الأجزاء من 10 2، الأجزاء من 100 5 4، إذا أكبر من، إذا جذر التكعيبي لل1 على 64 أكبر من 24 من 100. دال 4 من 10 دوري مع 4 على 9. أنا بقدر أكتب 4 من 10 دوري على صورة كسر اللي هو 4 على 9، إذا يساوي جذر التربيعي لل1 و9 على 16 مع 1.77. أنا هنا بدي أطلع لما تحت الجذر عدد كسر، بدي أحوله كسر غير حقيقي. 16 في 1 16 زائد 9 25 على 16 1.77. جذر 25 على 16 بدي يساوي 5 على 4. والله كسر غير حقيقي، بدنا نحوله لك عدد كسري. المقام 4، الخمسة فيها 1، 4 وحدة وبتم معي 1 وربع. طيب الربع 1 وربع ولا 1.77؟ الصحيح 1 والصحيح 1. طب أنا الربع مش قلنا احنا لسه حكينا عبارة عن 25% والصحيح 1. الحين فينا نقدر نقارن. صحيح 1 أجزاء من 10 7، هنا أجزاء من 10 2،
إذا أقل من. إذا 1 صحيح و9 على 16 الجذر التربيعي إلها أقل من 1.77%. السؤال الثاني بحكي لي أرتب الأعداد الآتية تنازليا. لترتيب التنازلي احنا حكينا من الكبير للصغير، فأنا بطلع عندي الأعداد 1 سالب و2 وربع، 0 3 على 2 سالب 1 صحيح و75%. الآن أنا سيبك من السوالب لأنها أصغر، إحنا بدنا تنازلي يعني من الكبير. هنطلع لأنه عندنا 2 سوالب، لو واحدة كان حطيناها بالآخر وخلصنا تمينا الموضوع، لكن أنا عندي أكتر من 1 فنستنى شوي. عندي 1 0 3 على 2 3 على 2 كسر غير حقيقي بحوله لعدد كسري بصير 1.5. المقام زي ما هو، 3 فيها 2 وحدة وبتم معي 1.5. الآن 1.5 ولا 1؟ طبعا 1.5 اللي هي 3 على 2. بعد هيك 1، بعد هيك 0، بعد هيك نطلع هنا الصحيح 2 وهنا الصحيح 1. كلما زاد العدد السالب قلت قيمته، إذا بيكون قلت قيمته، إذا سالب 2 وربع، بعد هيك سالب سوري قلت قيمته سالب 1.75، بعد هيك سالب 2 وربع، لأنه احنا قلنا ايش؟ تنازليا من الكبير للصغير. السؤال الثالث، اكتب عدد نسبي محصور بين 2 على 3 و3 على 4. هنا بتوحيد المقامات. ده وحد المقامات، طبعا هنا بنضرب في 4 عشان يصير 12، وهنا نضرب في 3 عشان يصير 12. زي ما ضربت هنا المقام في 4 هضرب البسط في 4، زي ما ضربنا هنا المقام في 3 هنضرب البسط في 3. هتصير 8 على 12، وهنا 9 على 12. ما استفدناش حاجة يا مس. أنا عشان أسهل على حالي أنا بدي كسور، نضرب في 2 على 2، وزي ما ضربنا هنا في 2 على 2 هنضرب هنا في 2 على 2. ليش يا أبلة؟ عشان أقدر أجيب كسر يقع بين 2 على 3 و3 على 4. بصير 16 على 24، هنا 18 على 24، ايش اللي بيناتهم؟ 17 على 24. إذا هاي قدرت أنا أوجد الكسر من خلال توحيد المقامات أو ضرب في كسر 2 على 2 3 على 3 وهلما. أنا بختار 2 على 2 أسهل لي. الحين السؤال الرابع والأخير، يريد شريف تغطية الوجه العلوي لخزان مكعب الشكل. أنا عندي خزان على شكل مكعب، تمام؟ بدي أغطي الوجه هذا، بدي أغطي وجه، تمام؟ بحيث إنه إداني كمعلومة إنه حجم المكعب بدي يساوي 27 على 8 متر مكعب. بدي أغطي الوجه هذا في صفيحة مساحة الصفيحة تساوي 36 على 25 متر مكعب. فهل يتمكن شريف من ذلك أم لا؟ أنا كأنه بحكي لي قارني بين مساحة الصفيحة اللي بدي أغطي فيها الصفيحة ومساحة أحد أوجه المكعب. ولإيجاد مساحة أحد أوجه المكعب لازم أجيب طول ضلعه لام لأوجد مساحة السطح اللي هو على شكل مربع. ومن وين بدي أجيب لام؟ من حجم المكعب. أنا بعرف إنه حجم المكعب قانونه بيساوي لام تكعيب، وهو اداني إياه 27 على 8. طب أنا بدي لام طول حرفه، تمام؟ إيش العدد اللي أضربه في نفسه 3 مرات يديني 27 اللي هي 3، وإيش العدد اللي أضربه في نفسه 3 مرات يديني 8 اللي هي 2. إذا طول حرف المكعب هيساوي اللي هو لام هيساوي 3 على 2 متر. منها بقدر أوجد مساحة أحد أوجه المكعب أو سطح الخزان، تمام؟ مساحة أحد أوجه المكعب يساوي طول الضلع في نفسه أو بيساوي لام تربيع.
فهيساوي 3/2 ضرب 3/2 ويساوي 9/4. بسط في بسط، مقام في مقام، متر مربع. تمام. الآن فيني أن أقارن؟ والله خلينا نقارن الآن مقارنة كسور عادية. 36 اللي هي مساحة الصفيحة، بدنا نقارن مساحة الصفيحة، نقارنها مع مين؟ مع مساحة أحد أوجه المكعب. تمام. مساحة الصفيحة مع مساحة أحد أوجه المكعب. مساحة الصفيحة طلعت عندنا أو اداني إياه هو كمعلومة 36/25. بدي أقارنها مع مين؟ مساحة أحد أوجه المكعب 9/4. طيب كيف بدي أقارنها؟ بتوحيد المقامات. هنا نضرب في 4 وهنا نضرب في إيش؟ في 25 على السريع. بصير 4 في 25 8 9 10. تمام. وهنا 100. 4 في 25 100 و4 في 25 100. هنا زي ما ضربنا ب4 هنضرب هنا ب4. 4 في 6 24. 4 في 3 12 14. هنا نضرب في 25. 9 في 5 45. 9 في 2 18 و2 22. بنقارن بنلاقي إنه 144 أقل من، إذا مساحة الصفيحة أقل من مساحة وجه المكعب، إذا لا يصلح للتغطية. لا تصلح للتغطية. أسأل الله إنكم تكونوا فهمتوا حل السؤال وكنت استفدتوا من الدرس. يعطيكم العافية.